رأيكم لو نقضي 24 ساعة في واحدة من أشهر مدن الأغنياء في دبي، مارينا دبي؟ كل حاجة هنا بتحكي عن الرفاهية، وكل لحظة بتحسسك إنك جزء من عالم الأغنياء. النهاردة قررت أعيش التجربة دي بنفسي، من أول الغرفة اللي بتطل على المارينا لحد حمام السباحة اللي فوق السحاب، والجيم اللي المنظر فيه خليك تنسى التعب. والأهم طبعا هي جولة ما بين الأبراج وناطحات السحاب دي كلها، واليخوت اللي حواليك في كل مكان واللي بتخطف العين. دي مش مجرد إقامة عادية، دي تجربة كاملة لحياة الأغنياء في قلب دبي، لكن للأسف 24 ساعة بس. ده اجمد فيو ممكن تقعد عليه هنا في دبي. النهارده احنا موجودين في مارينا دبي، واحد من الفنادق اللي موجوده هنا، اللي طبعا الاطلاله بتاعته بتكون على بحيرات مارينا دبي المشهوره، وورانا هناك طبعا كده البحر اللي لسه هتشوفوه معانا. الفيو الممتع اللي بيسمح لك طول ما انت قاعد تتفرج على البحيرات والشوارع تحت، وكمان اللي يخوت وهي معديه قدامك. تخيل لما تسكن في اشهر ناطحات السحاب او الابراج على مستوى العالم. احنا النهارده موجودين في دبي. خلونا النهارده ننزل هنا في الفندق ونشوف ايه الخدمات اللي بيقدمها. خلينا نشوف الجيم او النادي الصحي يعني، ونشوف كمان حمام السباحه اللي هنا. وبعد ما نخلص ممكن ناخدكم لفه في مارينا دبي، نتفرج على الممرات المائيه والابراج الضخمه اللي بتعتبر الاشهر على مستوى العالم، وناخد كده ان شاء الله لفه كويسه فيها. قبل ما ندخل الجيم بنلاقي المكان اللي احنا موجودين فيه دوت، طبعا لو حد محتاج ان هو ياخد شاور او يستخدم اي لوكر من اللوكرز اللي ورانا دول، ويحط فيه الحاجات بتاعته على ما بيخلص الجيم. مستوى الجيم زي ما انتم شايفين بيعتبر رائع جدا. اغلب المعدات اللي انت هتحتاجها، احنا مش بنتكلم طبعا عن جيم احترافي، لكن اي حاجه هتحتاجها هتلاقي البديل بتاعها. اغلب اوزان الدمبلز موجوده، الظهر والسحب والمشايات والقلب تراك المختلف. والاهم طبعا انه على فيو الابراج اللي ورانا الرائعه ديت بتاعت مارينا دبي، وانت شايف قدامك كل العالم الخارجي الجميل دوت. زي ما انتم شايفين وانت داخل البسين، لو محتاج تشتري اي حاجه تشربها او تاكلها جوه يعني كسناك يعني وكده، هتلاقوا الماكينه اللي جنبنا ديت اللي بتقدر ان انت منها طبعا تختار اللي انت عايزه، سواء ميه او بيبسي او مثلا راني. الاسعار بتاعتها اعلى شويه من السوبر ماركت، بنتكلم مثلا في 2 درهم زياده، لكن بتعتبر طبعا منقذه لو حد عايز يشتري منها حاجه. طبعا مفترض العمله بتتحط هنا، بنختار الرقم بتاع الحاجه بينزل لنا من الجزء اللي تحت ده. بعد ما خلصنا تمشيه تحت، خلونا نرجع تاني للبسين علشان نبدا ننزله ونشوف الميه عامله ايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين ده حمام السباحه اللي موجود في الفندق هنا. طبعا بنتكلم عن حمام سباحه الرؤيه بتاعته بانوراميه. طبعا بتقدر تيجي هنا بتقعد تاخد حمام الشمس بتاعك لو انت من النوع اللي بياخد حمام شمس يعني، وبتنزل الميه طبعا وبتستمتع بالجو الجامد ده. الجو بدا شويه يتحسن عن الشهور بتاعه الصيف الاساسيه. خلونا ننزل الميه ونستمتع باليوم وتكملوا يومكم معانا. ميه رائعه جدا جدا جدا، بالذات لما بتكون قاعد في الجزء اللي بيخرج طبعا الميه من جوه. بعد ما بتتصفى بتحس ان انت في جاكوزي يعني. حته ان يبقى الدنيا حر شويه وتنزل في الميه، فكره التشريق اللي انتوا عارفينها يعني، بتخلي الموضوع مميز ورائع جدا. صوت احتمال طبعا تلاقوه مش واضح لان احنا مش بنستخدم مايك واحنا موجودين في حمام السباحه، بس يعني اتمنى تستمتعوا بالمشهد. بس الميه اللي جامده هي فكره طبعا الفيو زي ما قلنا لكم قبل كده، ان يبقى وراك الابراج وناطحات السحاب دي كلها مع منظر السماء والميه اللي انت مستمتع بيها، بتخلي الموضوع فعلا مختلف. مارينا دبي تم البدء في انشائها سنه 2003، وكان الهدف طبعا هو خلق منطقه سياحيه مشهوره ضخمه زي اللي احنا موجودين فيها ديت، موجوده فيها ابراج او نقدر نقول يعني شويه شبه ناطحات سحاب، لان في بعض الابراج هنا عاليه جدا يعني، بيعدي من وسطها مجموعه من الممرات المائيه اللي بتسمح باليخوت ان هي تمر من خلالها. بالتالي بنتكلم عن منطقه اشبه بمنطقه البندقيه او غيرها من المناطق اللي موجوده في كندا، المناطق المشهوره يعني اللي موجود فيها مارينا. يعني باختصار المارينا هو المكان اللي بيكون مرسى لليخوت. احنا هنا مش بنتكلم عن منطقه اقتصاديه عاديه، احنا بنتكلم طبعا عن منطقه من افخم المناطق اللي المفترض ان هي بتضم اثرياء العالم. دبي بشكل عام بقت وجهه لاي حد محتاج يشعر بالفخامه، ودبي بشكل عام نجحت ان هي تجتذب الاثرياء من على مستوى العالم، سواء انه يقضوا اجازاتهم او ان هم يجوا طبعا يعملوا شوبينج هنا ويشتروا كل مستلزماتهم، لان هي طبعا بقت مركز مهم جدا في الشرق الاوسط. المفترض ان احنا خلاص خلصنا من حمام السباحه، هنطلع ناخد شاور وبعد كده نبدا نتحرك ونشوف هنروح فين. خليكم معانا. ده اجمد فيو ممكن تقعد عليه هنا في دبي. داخل الاجنحه